خليني كده اجاوبكم في الاول. ايه هو الحكي الشخصي؟ احنا كباب حكايات بنشتغل على تحويل مواقف من حياتنا الشخصية لمنتج فني. ايه هو المنتج الفني ده؟ الحدوتة. وعشان نحولها لحدوتة او نحول حياتنا يعني لحدوتة، بنشتغل على كذا حاجة. اول حاجة الكتابة الابداعية فيما يخص كتابة القصة، بكل بقى أركان القصة وسرد تقنيات السرد، كل الحاجات اللي تهمني عشان في الآخر أقدر أطلع قصة احترافية. الحاجة التانية الارتجال، يعني ما كنش حافظ الحدوتة بتاعتي، ازاي أقدر أبقى عارف أنا بتحرك في أنه إطار، وأقدر أشيل وأحط في الحدوتة وأتفاعل مع الجمهور بدون ما أكون حافظ، ولو نسيت كلمة الفيشة تتشد. الحاجة التالتة هي السايكودراما، ومش كل السايكودراما لان السايكودراما علم كبير ومحتاج يعني وقت اطول من كده بكتير، لكن بناخد شغل يخص المشاعر، عشان اي فن في الدنيا مربوط بالمشاعر. اي فنان بيحتاج ان هو في العمل بتاعه يوصل لنا مشاعر عشان احنا كمتلقي نستقبلها، وبالتالي نستمتع بالعمل ده او يوصل لنا اي مسج معين. كمان الأداء، ازاي بقى بعد ما خلاص انا عرفت اكتب الحدوتة بتاعتي وعرفت ازاي ارتجلها مش هحفظها وفهمت مشاعري كويس، ازاي هقف قدام الجمهور واحكيها؟ تيجي بقى النقطة بتاعة الأداء الفني، صوتي، نبرتي، لغة جسدي، كل الحاجات اللي تؤهلني ان اكون قاعد قصاد الجمهور او واقف قصاد الجمهور في منتهى الثقة والثبات والقدرة على التعبير.